ما هي صلة النسب بين أبو جهل وسيدنا عمر بن الخطاب؟ أبو جهل خال عمر بن الخطاب. من هي أم المؤمنين الصوامة القوامة؟ هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها. من أول من لبس السروال؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. ما هو الاسم الجامع للإنس والجن في القرآن الكريم؟ الثقلان. قال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. في أي وقت يغلق باب التوبة؟ إذا طلعت الروح أو طلعت الشمس من مغربها. سيلة، نعم. ما هو أول مخلوق على الأرض؟ القلم، فقد كتبت به مقادير العباد. ما اسم القائد الفارسي الذي أقر بعدل الخليفة عمر؟ الهرمزان. من أول من ولي بيت مال المسلمين؟ هي دي عايزة كلام. أبو عبيدة بن الجراح. ما هو أول جبل وضع على الأرض؟ جبل أبي قبيس بمكة. من هو الصحابي الجليل الذي أبى أن يمس مشركا؟ عاصم بن ثابت رضي الله عنه. من هو الصحابي الجليل الذي مات وهو يتوضأ بالشام؟ عبد الله بن بشر. من أول من نادى بالحج إلى بيت الله الحرام؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. في أي يوم خلق الله عز وجل سيدنا آدم أبو البشر؟ يوم الجمعة. ما هي السورة التي بدأت بلفظ سورة؟ سورة النور. علي، نعم. من كان على الأرض قبل الإنسان؟ الجن والبن، فلما أفسدوا في الأرض أجلتهم الملائكة إلى البحار. وكم كانت مدة إقامتهم على الأرض؟ 1000 عام. كم عدد الملائكة يا سيلة التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 5000 ملك. علي، نعم. هل رأى سيدنا آدم عليه السلام الله عز وجل مباشرة؟ لا يوجد دليل على رؤية سيدنا آدم عليه السلام لله عز وجل، وربما لم يراه. سيلة، نعم. ما هو أول المخلوقات على الأرض؟ القلم، فقد كتبت به مقادير العباد. في أي عام حطم المسلمون الأصنام بالكعبة؟ في عام الفتح. ما هي الحشرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ الوزغ. ما هي أكثر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الكوثر. من هو الصحابي الجليل الذي لقب بصاحب الهجرات الثلاث؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. من هو أصغر الشهداء في معركة بدر؟ عمير بن أبي وقاص. من هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة خديجة بنت خويلد. خويلد. من الذي اعتبر رأس الكفر؟ أبو جهل بن هشام. رقية، نعم. هل يرى الميت الملائكة أثناء خروج الروح؟ ثبت في القرآن والسنة أن الميت يرى الملائكة قبل وفاته ويراهم ويتحدث إليهم وأهله لا يبصرون. علي، نعم. كم مرة ورد فيها ذكر لفظ الجلالة في القرآن الكريم؟ 2699، وفي سورة المجادلة 40 مرة. ما اسم القائد الفارسي الذي أقر بعدل الخليفة عمر؟ الهرمزان. من هو الصحابي الجليل الذي لقب بصاحب الهجرات الثلاث؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. من أول من لبس السروال؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. ما هي صلة النسب بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبو جهل؟ أبو جهل خال عمر بن الخطاب.